بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشعب المصري، الشعب العربي عالميا كله منتظر دعم من محمد صلاح للقضية الفلسطينية. كل واحد وليه رأيه، في ناس بتقول مع محمد صلاح بتدافع عن محمد صلاح، وناس مستنية مغلطة محمد صلاح ومستنية دعمه ومساندته لفلسطين. قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش 3 حاجات: تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وتدعمنا بلايك على الفيديو ده. عايزين الفيديو ده يوصل لكل الناس والأكثر عدد ممكن من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الناس شافت ومتابعة القضية الفلسطينية، الاعتداء على اخواتنا في غزة في فلسطين. كل منتظر من محمد صلاح اللاعب المصري اللاعب العالمي اللي لقبوه بفخر العرب. حط تحت فخر العرب دي 100 خط. الناس منتظرة منه دعم، ينزل تويتر، ينزل صورة، ينزل بوست دعم لفلسطين ولاخواتنا في فلسطين. هنا شقين: ناس بتدافع عن محمد صلاح، بتحب محمد صلاح، او نقول دراويش محمد صلاح، بيقولوا هل محمد صلاح نشره الدعم ولا صورة ولا تويتر ولا بوست هو اللي هيحل قضية فلسطين وهو اللي هيحل الاحتلال ويمنع العدوان على غزة؟ ده جزء من الناس. الجزء الثاني بيقول احنا وقفنا مع محمد صلاح وبندعمه في كل حاجة، وبنتفرج على كل ماتشات ليفربول واقفين مع محمد صلاح في كل حاجة، فكنا مستنيين منه دعم لفلسطين ودعم لقضية زي دي، دعم تخص وتهم الشعب العربي، الشعب المسلم. احنا وقفنا مع محمد صلاح كتير، زي ما محمد صلاح احتفل بالكريسماس، زي ما محمد صلاح احتفل بعيد ميلاد اليزابيث، فكنا مستنيينه يدعم ويقف معانا في قضيه زي دي اللي كل الناس وقفت فيها، لدرجه ان زميله في ليفربول ساديو ماني عمل اعاده نشر او ريتويت لصوره كان منزلها محمد صلاح وهو في بازل ومتصور قدام المسجد الاقصى، زي ما يكون بيقول له انت فين يا عم، صحي النوم، في قضيه مثاره، قضيه عالميه مثاره، عايزينك تبقى معانا فيها. لان نشر محمد صلاح خلاص بقى لاعب عالمي، ومصنف انه لاعب عالمي، لاعب اترشح للكره الذهبيه كاحسن لاعب في العالم اكتر من مره. فنشر محمد صلاح لصوره كل الناس هتشوفها، نشر محمد صلاح لبوست كل الناس هتشوفه، سواء على انستجرام، على تويتر، على فيسبوك، على اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي. نشر محمد صلاح لاي حاجه تخص فلسطين هتسمع وهتشوفها. كلنا شفنا جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو اللاعب العالمي لاعب نادي النصر السعودي، نزلت ودعمت القضية الفلسطينية ونزلت صورة للعدوان على غزة. فزي ما قلنا كله منتظر من محمد صلاح، النهارده يعتبر اليوم السابع للعدوان على غزة، فكل منتظر محمد صلاح انه ينزل تويتر، ينزل صورة، ينزل بوست، ينزل اي حاجة، ولكن محمد صلاح صامت صمت القبور. لعل المانع خير يا كابتن محمد صلاح، نشوفك تدعم قضية تخص الشعب العربي اللي واقف معاك في كل حاجة وبيدعمك في كل ماتشاتك، ويتمنى في يوم من الأيام إنك تاخد أحسن لاعب في العالم. هنشوف محمد صلاح الأيام اللي جاية هيعمل إيه، وكله ناقم وساخط على محمد صلاح ومن رد فعله تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على غزة. لعل المنع خير يا كابتن محمد صلاح يا أبو مكة، لعل المنع خير يا أبو كيان، ونشوف رد فعل منك يساوي حب الشعب العربي ليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.